أفضل 10 مسلسلات مصرية جديدة في 2025 صدرت بعد شهر رمضان. في الفيديو ده هشارك معاكم قائمة بتضم أفضل 10 مسلسلات مصرية جديدة صدرت بعد شهر رمضان وتستحق المشاهدة، والمسلسلات دي تقريبا بتغطي أغلب التصنيفات، بداية من الكوميديا والرومانسية وصولا للرعب والغموض والإثارة، فأكيد هتلاقي المسلسل اللي هيناسب ذوقك. بس في البداية برشح ليك موقع موفي فيديا، وده موقع ترشيحات أفلام ومسلسلات خاص بينا ومتميز ورائد في نوعه، واللي أكيد إنه هيعجبك. وما تنساش برضه تصلي على النبي، ويلا بينا نبدأ قائمتنا. رقم واحد معانا في القائمة هو مسلسل ابن النادي. المسلسل بيتكون من 10 حلقات وتصنيفه هو كوميديا اجتماعي. المسلسل من بطولة أحمد فهمي وجال هشام وأحمد عبد الحميد وحاتم صلاح. القصة بتدور حوالين شاب مستهتر بيعيش حياة من غير أي هدف، ولكن حياته بتتغير لما بيعرف إن هو ورث نادي شعبي، وبيلاقي نفسه وسط المسؤوليات والضغوطات ما كانش متخيلها، وبيحاول يدير الفريق ويتعامل مع الإعلام والمنافسين اللي طبعا مش بيسيبوه في حاله. ومع الوقت بيبدأ يثبت نفسه وسط مواقف مليانة كوميديا وصراعات وشخصيات غريبة. تقرير مفصل عن الحالة النفسية للعيب. حاضر، هبعت لك ايميل دلوقتي حالا. لا ماليش انا في الايميل والكلام ده. ورقم 2 معانا هو مسلسل ولد وبنت وشايب. المسلسل بيتكون من 10 حلقات. شركة أدوية بتعدن في السكرات، بتعمل لهم هاك. ومن بطولة أشرف عبد الباقي وليلى أحمد زاهر ومروان المسلماني وانتصار. القصة بتدور حوالين شابين بيتورطوا في جرائم إلكترونية ومطاردات خطيرة، فبيقرروا يستخبوا في فيلا راجل كبير اسمه عزت، وفاكرين إنه سهل السيطرة عليه، ولكنهم بيتفاجئوا إن عنده أسرار وقوة غير متوقعة، وساعتها بيتحول الاختباء لمغامرة غريبة فيها توتر وضحك. وده غير الصراع ما بين الأجيال اللي بيكشف حقائق كتير ومواقف غير متوقعة. وإيه المصيبة اللي حسن موقع نفسه فيها دي؟ مسلسل كتالوج. المسلسل بيتكون من 8 حلقات وتصنيفه هو دراما عائلية. أنا فعلا عايز كل حاجة تمشي كأن مامي موجودة. وهي ماما موجودة؟ ومن بطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور وعلي البيلي وريتال عبد العزيز. القصة بتدور حوالين يوسف واللي بيفقد مراته أمينة فجأة، وبيلاقي نفسه هو المسؤول عن أولاده الصغيرين منصور وكريمة، وبيحاول يتعامل مع الحياة وسط حزن وضياع، لحد لما بيكتشف فيديوهات مراته كانت سايباها على قناتها على اليوتيوب وفيها نصايح وإرشادات عن تربية الأولاد، فبيمشي على الكتالوج ده علشان يغير حياته ويخليه يكتشف نفسه من جديد. إيه رأيكم بقى في زينة رمضان؟ مسلسل 220 يوم. المسلسل بيتكون من 15 حلقة وتصنيفه هو دراما ورومانسي. أنا عندي صداع جامد، نتكلم بعدين. مش هتعيش حياتك كلها جوه المكتب وتسيبني. ومن بطولة كريم فهمي وصبا مبارك. القصة بتدور حوالين أحمد ومريم، ودول زوجين عايشين قصة حب جميلة، وكمان بيزيد حبهم لما بيعرف إن مريم حامل في أول طفل ليهم، ولكن فرحتهم دي بتتغير لما أحمد بيكتشف إن هو عنده ورم في المخ ولازم عملية خطيرة ممكن تكلفه حياته. ومن هنا بيبدأ رحلة صعبة مدتها 220 يوم مليانين خوف وأمل، وبيحاولوا إن هم يعيشوا كل لحظة بحب قبل فوات الأوان. ورقم 5 هو مسلسل فات الميعاد. أكيد يا بسمة المرة دي أنا هبقى واحد تاني خالص غير اللي تعرفيه. المسلسل بيتكون من 30 حلقة وتصنيفه هو دراما واجتماعي، ومن بطولة أسماء أبو يزيد وأحمد مجدي وأحمد صفوت. القصة بتدور حوالين طلب طلاق بسيط بيقلب حياة عيلتين رأسا على عقب، ومع مرور الوقت المشاكل بتكبر والأسرار القديمة بتظهر، وكل شخصية بتبان على حقيقتها، وبتتحول العلاقات العائلية لساحة صراع فيها حب وخوف وسيطرة، والكل بيحاول يثبت نفسه وسط وجع وضياع. بيكشف قد إيه العلاقات ممكن تنهار بقرار واحد. مفيش راجل محترم ممكن يستحمل الحاجات دي. ورقم 6 معانا في القائمة هو مسلسل ما تراه ليس كما يبدو. المسلسل بيتكون من 35 حلقة وتصنيفه هو دراما نفسية وتشويق. مفيش حاجة في الكون مستحيل، ما عادش في حاجة اسمها مريم. المسلسل شارك فيه عدد كبير جدا من الممثلين، وكل حكاية فيها طاقم مختلف عن اللي قبله، والقصة بتدور حوالين 7 حكايات منفصلة، كل حكاية فيهم فيها 5 حلقات، ولكن بتربطهم خيط واحد، وهو إن الحقيقة مش دايما واضحة، وكل شخص بيشوف الواقع بطريقته المختلفة. فبنشوف من خلال المسلسل قصة المصور زياد واللي بيكتشف نشاط حساب مراته بعد موتها، وكمان قصة دليدة واللي بتقدر تسافر عبر الزمن وتشوف خيانة زوجها، وغيرهم كمان من الحكايات، وكل حكاية بتكشف صراع ما بين الوهم والواقع جوه النفس البشرية. مسلسل برستيج.
انا قاتل. المسلسل بيتكون من 9 حلقات وتصنيفه هو جريمة وكوميديا وغموض. المسلسل من بطولة محمد عبد الرحمن ومصطفى غريب وسامي مغاوري ودينا. القصة بتدور حوالين 14 شخص بيقرروا ان هم يستخبوا في كافيه في وسط البلد علشان في عاصفة في الليلة دي، ولكن لما النور بيقطع ويرجع بيكتشف ان في واحد منهم مقتول. ومن هنا بتبدأ ليلة مليانة شك وتوتر وضحك في نفس الوقت، وكل واحد فيهم بيحاول يعرف مين القاتل قبل ما يكون هو الضحية اللي جاية. ورقم 8 مسلسل أزمة ثقة. المسلسل بيتكون من 15 حلقة وتصنيفه هو تشويق وإثارة. يشيلوها 3 بدل ما يشيلها 1. أختي ما بتدعيش المرض. المسلسل من بطولة هاني عادل ونجلاء بدر وملك أحمد زاهر ومنى فضالي وهاجر الشرنوبي. القصة بتدور حوالين 3 إخوات بيمسكوا إدارة شركة أبوهم بعد وفاته، وبيكونوا واثقين في شخص قريب منهم إن هو يمسك الشغل، ولكنهم بيتصدموا لما بيكتشفوا إن هو استغلهم وسرق الشركة. وبعدها بتحصل جريمة قتل غامضة بتقلب حياتهم، وبتبدأ الشكوك والصراعات ما بينهم، وكل واحدة بتحاول تثبت براءتها وتكتشف الحقيقة وسط أجواء كلها توتر وخيانة. ورقم 9 هو مسلسل عهد أنيس. البيت كان هيولع، العيال كانت هتموت. ايه اللي بيحصل لكم بسبب السحر وكتب السحر؟ المسلسل بيتكون من 8 حلقات وتصنيفه هو رعب. المسلسل من بطولة إسلام جمال ورحمة أحمد وعابد عناني وجالة هشام. المسلسل قصته بتدور حوالين كائن شيطاني اسمه أنيس بيتجوز بنت بشرية في قرية مصرية سنة 1920 علشان يخلف نسل غريب ما بين العالمين، ولكن أبوها لما بيعرف بيقتلها وهي حامل. فأنيس بينتقم من العيلة كلها وبيطارد أحفادهم عبر الأجيال، وبيستعمل قوته المرعبة علشان يدمرهم واحد ورا التاني في حكاية رعب مليانة لعنات وانتقام. ورقم 10 واخر مسلسل معانا في القايمه وهو حرب الجبالي. المسلسل بيتكون من 50 حلقه. الوكاله دي اسمها الجبالي وعمرها ما هتبقى غير الجبالي. وتصنيفه هو درامي واجتماعي. المسلسل من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ورياض الخولي وصلاح عبد الله وفردوس عبد الحميد. القصة بتدور حوالين صراع كبير ما بين عيلتين في حي الجمالية، عيلة الجبالي وعيلة الغرباوي، واللي بدأت ما بينهم منافسة على التجارة وبقت حرب على النفوذ والشرف، وكل عيلة فيهم بتحاول تفرض نفسها بالقوة وسط حياة مليانة أسرار وخيانات. وبكده اكون وصلت لنهايه الفيديو، فلو وصلت معايا لحد هنا احب اقول لك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتقول لنا ايه اكتر مسلسل مصري عجبك في الفتره الاخيره، وسلام.